وأظن بأن الجزائر رغم استثمارها الضخم في السلاح الروسي ستجد نفسها أمام فجوة تكنولوجيا يصعب تجاوزها، وذلك لما تقدمه أو لما يقدمه الإف 35 بالنسبة للقوات الجوية المغربية. تشاهدون في هذا الفيديو القوات المسلحة الملكية المغربية في مفاوضات متقدمة مع الولايات المتحدة للحصول على مقاتلات F-35 المتطورة في خطوة قد تغير موازين القوة في شمال إفريقيا. فرجة ممتعة. مع تنامي اضطرابات الساحل الأفريقي وتوترات جنوب الصحراء، دشن المغرب استراتيجية دفاعية جديدة تواكب هذه المخاطر الخارجية. استراتيجية ضاعفت من ميزانية دفاعه العسكري وعززت الصناعات الدفاعية المحلية، كما اقتنت الرباط أسلحة متطورة ونوعية حماية لحدودها وتعزيزا لأمنها القومي. المقاتلة F-35 الأمريكية هي أحدث هذه الأسلحة التي يقترب المغرب من اقتنائها بعد بلوغ المفاوضات بشأنها مع الولايات المتحدة مراحل متقدمة جدا، بحسب موقع أفريكا انتليجنس المتخصص في الشؤون العسكرية والاستخباراتية. صفقة ليست كسابقاتها على ضوء الأهمية العسكرية للمقاتلة الأمريكية التي تتميز بمدى عملياتي يتجاوز 1200 ميل بحري، وبمدفع داخلي من عيار 25 ملم، وقدرة على حمل ذخائر تصل إلى أكثر من 8000 كيلوغرام، فضلا عن تميزها بخصائص التخفي والربط الشبكي. جانب آخر لأهمية هذه الصفقة في تحقيق تفوق تكنولوجي نوعي على مستوى شمال أفريقيا وتوازن الردع في المنطقة التي تستثمر فيها دول عدة وبشكل مكثف في منظومات الدفاع الجوي والطائرة المتقدمة، ودائما بحسب موقع أفريكا انتليجنس. إذن اقتراب الموافقة الأمريكية على إبرام هذه الصفقة النوعية مع المغرب أرجعها التقرير إلى الشراكة الأمنية الاستراتيجية بين البلدين والرغبة الأمريكية في تعزيز دور المغرب المحوري في استقرار المنطقة وحماية الملاحة البحرية. ويتزامن توقيت هذه الصفقة النوعية مع مضي المغرب في سياسته الهادفة إلى تنويع مصادر السلاح من شركائه العسكريين عبر العالم ورفع ميزانيته الدفاعية العام المقبل بزيادة 18% بالمقارنة مع العام الحالي عام 2025. إذا للنقاش وتعليق حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من فانكوفر الكندية، نرحب بالسيد هشام معتضد الخبير الاستراتيجي في الشؤون السياسية. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذا في البداية الآن حسب آخر المؤشرات والدلائل، هل يمكن أن نقول أن صفقة F-35 باتت وشيكة بالنسبة للمغرب مع أمريكا؟ شكرا على الاستضافة. أظن بأن هذه الصفقة باتت وشيكة، وذلك نظرا للعديد من التقارير المختلفة الصادرة عن العديد من المؤسسات، سواء كانت منها العسكرية أو أيضا بعض نوادي التفكير الأمريكية والأوروبية. وأظن بأن المغرب اليوم لم يعد يتعامل مع التسلح بمنطقة تحديث الدولي، بل بمنهج بناء تفوق استراتيجي نوعي. وبالتالي فهذه المفاوضات حول الاف 35 ليست مجرد صفقه عسكريه، بل تجسيد لعقيده دفاعيه جديده قوامها التكنولوجيا الشبكيه والرادع الذكي. وبالتالي فالقوات المسلحه الملكيه تتجه نحو استقلال القرار العسكري عبر مزيج من التصنيع المحلي والشراكه المتقدمه. واظن بان الرؤيه المغربيه او رؤيه الرباط اليوم تقوم على مبدا التحكم في المعادله وليس التفاعل مع التعديد، على عكس ما يظنه البعض سواء في المنطقه او من داخل الاوساط المعارضه لهذا التوجه المغربي الجديد. واظن بان هذا التوجه نحو مقاتله الجيل الخامس يرمز الى دخول المغرب عصر القوة الجوية الذكية القادرة على إدارة المعركة من الجو والأرض في آن واحد. وهذا ما تتجه إليه العديد من القوات المسلحة التي تبني تسعى لبناء قوتها الجوية بما يتماشى والتطورات أو التحديات التي تعرفها المنطقة حاليا. نعم، ولكن يعني عندما نتحدث عن التفوق الجوي في المنطقة هنا عبر F-35، هل يتحقق هذا بالفعل للمغرب في منطقة شمال أفريقيا؟ أظن بأن دخول الاف 35 للخدمة المغربية سيعيد صياغة ميزان الردع في شمال إفريقيا بشكل جذري، وهذا ما نلاحظه من خلال التطورات أو من خلال استقطاع التي تعمل عليها العديد من الدول في المنطقة من أجل الدخول في ميزان معادلة الردع في المنطقة. أظن أن المغرب اليوم لا يسعى إلى سباق تسلح مفتوح كما يشار إلى ذلك في العديد من المواقع وفي العديد من الصالونات السياسية أو المهتمة بهذا الموضوع، بل إلى
هو فرض معادله الردع بالقدره وليس بالمواجهه، وهذا ما عبر عليه ايضا الخطاب السياسي المغربي فيما يخص تدبير هذا القطاع. واظن بان هذا التفوق سيجبر خصوم الرباط في المنطقه على اعاده حساباتهم السياسيه قبل التفكير في اي تصعيد ميداني، وهذا ايضا ما تسعى اليه او ما يسعى اليه اصحاب القرار في المغرب. والمعادله اليوم او المعادله الجديده تدخل المنطقه في مرحله توازن الرعب الايجابي، وما يصطلح عليه الرعب الايجابي المتميز الذي يضمن الاستقرار ولا المواجهه، وهذا ما يشكل عمق العقد التدبيري للمغرب فيما يخص هذا القطاع. واخر نقطه، اظن بان الردع المغربي لم يعد مرتبطا بعدد الطائرات بل بقدرته على التحكم في فضاء المعركه بشكل شبكي، وهذا ما يميزه ميزه ايجابيه بالنسبه للمغرب فيما يخص معادله الردع. نعم، من بين النقاط التي تتحدث عنها بعض التقارير في هذا السياق هو ان الصفقه تشمل عقود صيانه قد تمتد لعقود طويله هنا بين المغرب والولايات المتحده، فما الذي قد يعنيه ذلك؟ أظن بأن الصفقة لا تقتصر كما ترسم لديك على شراء الطائرات، بل أيضا تشمل نقل المعرفة وبناء القدرة الصناعية المحلية، وهذا يتماشى مع رغبة الرباط في إنزال قواعد صناعية محلية مرتبطة بالصناعة العسكرية. والمغرب أخذ خطوات جدية فيما يخص تثبيت هذه الصناعة فوق ترابه الوطني. وأظن بأن إنشاء مصنع لصيانة قطاع الغيار العسكرية داخل المغرب هو خطوة استراتيجية نحو الاكتفاء الدفاعي، وبالتالي فهذا التحول يكرس ولادة قاعدة صناعية دفاعية إفريقية بملامح مغربية، وهذا ما سيعطي المغرب قفزة نوعية فيما يخص التموقع الجديد للصناعات العسكرية الدفاعية المغربية في المنطقة. وأظن أيضا بأن الصناعة الدفاعية ليست اقتصادية فقط، بل ركيزة سياسية تمكن الدولة من ضبط قراراتها العسكرية بعيدا عن التبعية، وهذا ما ترغب أو ما يطمع إليه الرباط أو قادة الرباط في هذا الملف. وأظن بأن الاستثمار في التكنولوجيا العسكرية يعزز تكامل السياسات الوطنية بين الدفاع أو الابتكار والتعليم العالي، وهذا أيضا يدخل ضمن هذه الصفقة ما بين الرباط وواشنطن. شكرا جزيلا، نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات وعلى المشاركة معنا في هذا النقاش من فانكوفر الكندية السيد هشام معتضد الخبير الاستراتيجي في الشؤون السياسية. في النهاية أعطونا رأيكم في التعليق حول هذا الموضوع، ونرجو منكم دعم هذا القناة لأنها في البداية بالاشتراك وتفعيل زر الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.